بالنتائج ديال البصمات، حيث تبين ان هذه الهالكه من قاطنه الحي المحمدي عين السبع. واهتدينا كذلك لرقم هاتفها النقال. التاريخ ديال المكالمات الهاتفيه اللي توصلنا به بين انه كانت اتصال دائم مع شخص من ساكنه الهاويين. هذا الاخير هذا بعد ايقاف ديالو تبين انه عنده علاقه حميميه مع الهالكه، وكان شكوك كثيره تحوم حوله، بالاضافه لاشخاص اخرين اللي تبين من خلال بعد ايقافهم انه لم يكن لهم دور في هذا الفعل الاجرامي. اذا حاصر البحث ديالنا حول هذا الشخص المشبوه فيه، وبعد ما حجزنا الملابس اللي كان بعض من الملابس اللي كان كيرتديها، اللي حلناها بدورها على المختبر العلمي ديال الشرطه العلميه، تبين ان هذه الملابس كانت ما زالت تحمل اثار بيولوجيه كان من الضروري الاستفاده من نتائجها. وبالفعل تمكنا درنا واحد بعد ما دارت مقارنه ما بين بقع الدم العالقه بالملابس ديالو ودم الهالكه، تبين انه كان له دور، كان يتواجد فعلا في مسرح الجريمه. اول امر وبعد من خلال الابحاث اللي قمنا به وانكر جمله تفصيله المنسوب اليه، لكن بعد ما عرضنا عليه، بعد ما واجهناه بهذه القرائن وهذه الادله الدامغه، انهار في الاخير واعترف، بل اكثر من ذلك كان اتم استعداد لتبيان اولا لفصح عنا الظروف ديال جريمه القتل والاسباب ديالها، وكذلك وبالتالي اعاده تمثيل الجريمه.